السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي المتتبعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في المختبر السياسي. كما شفتوا البارح الجزائر حصلت على مقعد غير دائم في مجلس الأمن. المهم هما ردوه دائم في الإعلام ديالهم، ماشي مشكل، ولا عندهم حق الفيتو في الإعلام الجزائري، ماشي مشكل، كلشي ندوزوها بشغيمة ديال الماء. القضية المثيرة للضحك هو أنه وزير الخارجية الجزائري مشى اجتمع مع وزير خارجية سيراليون. علاش؟ قالك سيدي في بيان رسمي لوزارة الخارجية الجزائرية، قال لك تباحث وزراء الخارجية أو وزيري خارجية البلدين حول مجموعة من القضايا على رأسها قضية فلسطين وقضية الصحراء الغربية. ما عقوش بالقلب، أرى نشرحوا لهم بالخشيبات مالهم. للإشارة إخوان والأخوات، كما المغرب تعطاته مجموعة من الأمور، حتى الجزائر تعطاته مجموعة من الأمور، لكن الغباء الجزائري معروف. دائما بنادم كيتعامل بحال مضروب بشاقور على راسه. القضية ما فيها هو أن المقعد غير دائم لمجلس الأمن تعطى للجزائر بناء على حاجة واحدة، وهي على أنه غادي نديروا لهم باش انهم عمرهم يرجعوا لمجلس الامن، وما عمرهم حتى ديك المطالبات ديال المقعد الدائم لمجلس الامن ما عمرها تكون. علاش؟ لان بكل بساطه عارفينهم عندهم ملف واحد غادي يهزوه ويبقاو يتساراو به، اللي هو ملف الصحراء، في حين على ان العالم فيه بزاف ديال المشاكل من غير قضيه الصحراء. وبالتالي فالقضيه وما فيها هو ان البصابعه غادي يهزوا ملف الصحراء ويجلسوا واحد العام وهما كيحركوا مجلس الامن غير على قضيه الصحراء، وفي الاخر شنو غادي يوقع؟ والو، لان حامل القلم هي الولايات المتحده الامريكيه، وإلا داروا شي حركه ما هيش غضرب يماهم على الراس. هذه حاجه. الحاجه الثانيه هي انهم نهار يقولوا بغينا مقعد دائم في مجلس الامن غايقولوا ما دوزو تكمشوا ولا نخليو ضاربوكم وحده في الجوج، فيكم غير الهضره الخاويه، وعندكم ملف واحد تتخليو مشاكل ديال العالم كامل وكتمشيو تهضروا على قضيه الصحراء. الناس تهضر في كورونا وانتم على الصحراء، الناس تهضر على الاحتباس الحراري وانتم تهضروا على الصحراء، الناس يهضروا على كرة القدم وانتم تهضروا على الصحراء. سيروا اخوتنا حتى تفكوا مشكلتكم النفسيه مع الصحراء عادي، الا بغيتي دير شي حاجه وفي الاخير غير قول فوت فات. وخاصه على انه كاين مجموعه من المتغيرات على المستوى الاقتصادي والسياسي حتى الاجتماعي ستعصف بالجزائر بلا ما نقول لهم اش باقي. المهم القادم اجمل. تحياتي لكم جميعا.